في اجهزه كده دايما بيبقى مش هي اللي بيدور على صاحبها، صاحبها هو اللي بيدور عليها. بتوع السينك باد والمهتمين بالسينك باد واللي عارفين قيمه السينك باد عارفين قوي قيمه البي. فئه البي هي فئه الورك ستيشن، بس المره دي فئه البي الاس. لو انت تعرف البلاي ستيشن اللي هو سيريس 5 اللي هو الوزن الخفيف والسليم، جهاز زي ما انت شايف ده جهاز ورك ستيشن، والمعروف دايما عن سينك باد ان وزنها تقيل، بس المره دي لا، المره دي انت معاك ابعاد الجديده 16 انش كمان 10 ل 16 مع تفاصيل انا هقول لك عليها مميزه جدا. فلو انت طالب في كليه حاسبات او طالب بتتحرك من كليه هندسه ومحتاج الجهاز معاك طول الوقت، فمهم جدا تراعي وزن الجهاز مع مراعاه ان انت تختار فئه عاليه ويكون مواصفات كويسه عشان تاخد منها كيبورد كويسه وتاخد منها شاحن سريع وتاخد منها بطاريه تقعد معاك وتاخد منها مفصلات تستحمل. الحاجات دي مهمه جدا، عشان كده انا عملت لك كل ده وحققت لك المعادله. سينك باد بي 16 اس جن 1. طبعا الجهاز جايب معالج كور اي 7 الجيل ال 12 زي ما كلمتك بقى على حوار الكور وحوار الكاش. فطبعا عندك هنا الكاش 18 والكور 12، فانت معاك كل اللي انت محتاجه من الافيشنس كور والبرفورمانس كور. بس الاهم من كل ده ان بطاريه الجهاز تقعد 5 ساعات. قليل جدا لما بتلاقي جهاز ورك ستيشن يقعد معاك في تيست الباتري وتيست الفيديو بتاعك 5 ساعات. طبعا مرامات 32 دي ار 5 مع شاشه تعتبر مميزه جدا، الوانها مشبعه، البانل بتاعها مميز، زوايا الرؤيه بتاعتها كويسه، تفاصيل طبعا الصوت مع الفينجر برينت، كل التفاصيل اللي انت محتاجها. فول كيبورد معاك لو انت بتحتاج، لو انت محاسب ومحتاج عندك اكسل كبير وفي معادلات تقيله، فالجهاز دوت او حتى كمان الباور بي اي. ناس كتير قوي بالفتره الاخيره بيتكلموا على باور بي اي، لا ده هيشتغل معاك جدا وهيديك اداء مميز. والاهم من كل ده بقى هو اللوجو سينك باد مع التفاصيل اللي انت شايفها ده. الجهاز هنا مميز وكمان جاي بمخارج التبريد بكل التفاصيل اللي انت محتاجها وكل المخارج اللي انت ممكن تبقى بتعتمد عليها، سواء الاتش دي ام اي او حتى التايب سي وكمان الايثرنت الار جي 45. كل التفاصيل دي كلها انا برشحها لك في جهاز هو الافضل من سينك باد، جهاز فعلا تعتمد عليه وجهاز جايب مواصفات كويسه جدا. تابعونا الفتره اللي جايه، هنسيب لكم لينك الويب سايت وكمان لينك البرايس ليست بتاعتنا في الكومنتات.